كل تفاصيل مباراة الزمالك ومباراة المصري، المباراة اللي هتتلعب في الدوري الممتاز، المباراة القادمة. هقول لك مواعيد وتوقيت وملعب المباراة، وهقول لك بالنسبة للناس اللي بتحب وتعشق الأرقام آخر 5 مباريات لعبها النادي الزمالك مع فرق مختلفة في الدوري عمل فيها إيه، وآخر 5 مباريات لعبها النادي المصري مع فرق مختلفة عمل فيها إيه. الاتنين لعبوا مع مين، كسبوا خسروا اتعادلوا، عملوا كام كلين شيت، سجلوا كم هدف، استقبل شباكهم كم هدف، ونتيجة المباراة كانت كام. وهقول لك ترتيب الفريقين في الدوري، الزمالك في المركز الأول، المصري في المركز الخامس. الاتنين لعبوا كم مباراة، كسبوا تعادلوا خسروا، سجلوا كم هدف، استقبل شباكهم كم هدف، فرق الأهداف ما بينهم كام. وهقول لك كل فريق معاه كام نقطة، وهقول لك آخر 10 مواجهات المباشرة ما بين الفريقين، الزمالك فاز كام مباراة، المصري فاز كام مباراة، التعادل كان ما بينهم كام مباراة، وهقول لك نتيجة كل مباراة كام. بس يا برنس، انت لو بتسمعني انزل في الكومنتات، صلي على رسول الله، اخبط اللايك بتاعك، اعمل شير، اشترك في القناة، فعل زر الجرس. ولو بتسمعني في التيك توك او على الفيسبوك مش طالب منك غير انك انت تعمل اللايك او تفعل القلب. ويلا بينا نبدأ الاحصائيات. ملعب المباراة استاد برج العرب، توقيت المباراة الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة، القناة الناقلة اون تايم سبورت. هقول لك آخر 5 مباريات لعبها النادي الزمالك عمل فيها إيه. خسارة نادي الزمالك من إنبي 1-0، وللأسف أنا ببدأ الإحصائية بالخسارة وده شيء يزعلني. فوز الزمالك على نادي الاتحاد 1-0، فوز الزمالك على نادي بيراميدز 1-0، فوز الزمالك 2-1 على النادي زد، فوز الزمالك 2-0 على النادي حرس الحدود. هقول لك آخر 5 مباريات لعبها النادي المصري عمل فيها إيه. خسارة نادي المصري من الجونة 1-0، فوز المصري على الإسماعيلي 2-0، خسارة المصري من إنبي 3-2، فوز المصري على مودن سبورت 1-0، التعادل ما بين المقاولون العرب والمصري 1-1. هقول لك ترتيب الفريقين عملوا ايه في الدوري. الزمالك في المركز الاول لعب 20 مباراة، فوز الزمالك 13 مباراة، التعادل 4 مباريات، هزيمة الزمالك 4 مباريات، الزمالك مسجل 32 هدف، استقبل شباكه 13 هدف، فرق الأهداف 19. هقول لك ترتيب المصري في الدوري. المصري في المركز الخامس لعب 20 مباراة، فوز 8 مباريات، تعادل 8 مباريات، هزيمة 4 مباريات، المصري مسجل 29 هدف، سكن شباكه 20 هدف، يا ساتر يا رب، فرق الأهداف 9، مسجل وعنده 32 نقطة، والزمالك عنده 43 نقطة. هقول لك آخر 10 مواجهات ما بين الفريقين عملوا فيها إيه. المواجهات المباشرة ما بين الزمالك وما بين نادي المصري عملوا فيها إيه. الزمالك فايز 6 مباريات، النادي المصري فايز 3 مباريات، التعادل كان ما بينهم مرتين. وهقول لك نتيجة كل مباراة كانت كام. هقول لك فوز المصري على الزمالك 2-1، فوز المصري على الزمالك 1-0، فوز المصري على الزمالك 3-2، التعادل ما بين المصري والزمالك 2-2، التعادل ما بين الزمالك والمصري 0-0. هقول لك فوز الزمالك على المصري 2-1، فوز الزمالك على المصري 3-2، فوز الزمالك على المصري 1-0، فوز الزمالك على المصري 1-0، فوز الزمالك على المصري 2-1، فوز الزمالك على المصري 1-0. المباراة دي لا تقبل القسم على 2، أكون أو لا أكون، يكرم المرء أو يهان. إحنا في الدور الثاني، يعني اللي هيروح مش هيرجع. التعادل ممنوع، الخسارة ممنوعة. هو بالنسبة للجمهور الفوز هو رقم 1 يا زمالك، لازم نحافظ على التقدم، لازم نحافظ على الصدارة، لازم نزيد في النقط، ما نقلش ما نتعادلش. تبص على المصري، لعبته لاعبة مميزة، فريق قوي، البدني عندهم تمام، بس الدفاع بتاعهم آخر حاجة مش أحسن حاجة. تبص على نادي الزمالك،
الزمالك اخر فتره ماشي كويس، هي بس الخساره من انبي، وراجع لك يا نادي انبي. وهنوريكم في الدوري بعون ربنا. تبص على نادي بيراميدز ورانا على طول بيتربص لك، عايزك تخسر، عايزك تخسر، عايزك تتعادل عشان خاطر هو يتقدم. تبص على النادي الاهلي مستني لك اي غلطه. لازم احنا ما نبصش للي ورانا، احنا نبص بس في طريقنا، نعمل المباراة بتاعتنا، نلعب كل مباراة كأننا هنلعب مباراة كاس، هنلعب مباراة نهائي في أي مباراة. احنا نادي الزمالك لازم نحافظ. اخبط اللايك واخبط الشير، اشترك في القناة وصلي على رسول الله في الكومنتات، وان شاء الله قول لي نتيجة المباراة بتاعتك في الكومنتات. يا ترى الزمالك هيعمل ايه مع المصري؟ ربنا يستر. السلام عليكم.